مستمعينا الاعزاء، مساء الخير عليكم. برحب بكم في حلقه جديده من حلقات برنامج استاد الرياضه. النهارده هكون معاكم اسامه هندي على راديو عام، وزي ما عودناكم في استاد الرياضه هنتكلم معاكم عن كل حاجه تخص الرياضه بكل انواعها. والنهارده هنتكلم معاكم في اولى فقرات مطار الرياضه، ودي فقره بنسافر منها لمعظم الدول العالميه ونحاول نعيش معاكم في اجواءها ونديكم فكره عن الرياضه والكره بشكل خاص في الدول دي. ونسافر بيكم النهارده في فقرتنا، بس المره دي هنروح اوروبا، او زي ما بيقولوا عليها القاره العجوز. وهنتكلم معاكم النهارده عن منتخب كبير، منتخب بقى من اقوى المنتخبات على الساحه العالميه، وبيقولوا عليه الا رخه، ووصفوه كمان بمنتخب اللمسه الواحده. هنعرف مع بعض احنا بنتكلم على منتخب مين، ولكن بعد الفاصل. مستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك عن اسم منتخبنا النهارده هيكون ايه. فاصل ونرجع لكم تاني. Bailar y
ورجعنا لكم مرة تانية علشان نشوف احنا بنتكلم عن مين. في ناس بعدها في تعليقاتها بتقول انه منتخب البرازيل، وناس تانية بتقول انه منتخب الارجنتين، وناس تالتة بتقول انه منتخب ايطاليا، وناس وناس وناس، واخيرا ناس بتقول انه منتخب اسبانيا. ايوه فعلا احنا بنتكلم النهاردة عن منتخب اسبانيا في حلقتنا، او زي ما بيسموه اللاروخا، وكمان بيقولوا عليه بالاسبانية الكيب دور، يعني الفريق الذهبي. في البداية تعالوا ناخد مع بعض فكرة عن انشاء او ازاي دخلت كرة القدم اسبانيا. نقول في الاول ان تأسس الاتحاد الاسباني لكرة القدم في سنة 1904، وانضم للفيفا سنة 1913. واحب اعرفكم ان منتخب اسبانيا الفريق الاوروبي الوحيد اللي حقق بطولة كاس العالم خارج قارته، وكانت افضل عروضه كانت سنة 2010 اللي فيها حقق البطولة في المباراة اللي جمعته مع هولندا في النهائيات. ولو نفتكر مع بعض ان اسبانيا غابت عن نهائيات كاس العالم حوالي 6 مرات. وتعالوا دلوقتي نعرف ايه هي البدايات الاولى للكيب دور. اول بطولة رسمية شاركت فيها اسبانيا كانت 1920، كانت في دورة الالعاب الاولمبية، وقدرت تحقق فيها اسبانيا الميدالية الفضية. واول مباراة لاسبانيا على ارضها وسط جمهورها كانت ضد بلجيكا، وفازت بيها اسبانيا بنتيجة 2-0. وعلى فكرة منتخب اسبانيا اول منتخب غير بريطاني يفوز على انجلترا بعد ما فازوا عليهم 3-4 في مباراة ودية في مدريد سنة 29. وبالرغم من كل ده ما عرفش منتخب اسبانيا يدخل كاس العالم سنة 1930، بس بعدها على طول الدورة اللي بعديها ب4 سنين قدرت اسبانيا تدخل كاس العالم اللي كانت في ايطاليا، وتأهلت للربع النهائي مع ايطاليا وتعادلت معاها 1-1. بس هنا في حاجة، ان القوانين ساعتها في الوقت ده كانت مختلفة شوية عن دلوقتي. لما كان الفريقين بيتعادلوا كان الماتش بيتعاد تاني، وفعلا عادوا الماتش تاني مع ايطاليا وفازت ايطاليا 1-0. وبعدها حاول المنتخب الاسباني كتير في البطولات الاوروبية والعالمية، وقدر ياخد بطولة اوروبا سنة 1964 و2008 و2012، وكان الوصيف سنة 1984. وظل كاس العالم مستعصيا على ابناء اللاروخا لحد ما جت سنة الفرج، كانت سنة 2010 في جنوب افريقيا، وحصلوا عليها بعد ما فازوا على منتخب هولندا في النهائي بهدف اكيد كلنا فاكرينه للساحر انيستا. وتعالوا دلوقتي نتكلم عن ابرز اللعيبه اللي جوهم في تاريخ اسبانيا، ونبتدي معانا باول شخصيه معانا او اول لاعب معانا، جوزيب جوارديولا، او زي ما بيقولوا عليه بيب جوارديولا. ولد جوارديولا يوم 18 يناير 1971، وهو مدرب كرة قدم في اليونيتس ليغا في الباير ميونخ. ولعب جوارديولا مباراته الأولى أمام المنتخب الأول كانت يوم 14 أكتوبر سنة 1992 بالتعادل بنتيجة 0-0 مع إيرلندا الشمالية في ويندسور بارك في تصفيات كأس العالم. وفي نفس السنة جوارديولا تولى قيادة منتخب أسبانيا لما فاز برشلونة في دورة الألعاب الأولمبية، وكان في السنة دي فاز برضه بجائزة برافو، وصوت له كأفضل لاعب في العالم تحت سن 21 ما بين سنة 1992 وسنة 2010. وكان جوارديولا لاعب خط وسط مايسترو منتظم، ولعب 47 مباراة لمنتخب أسبانيا وسجل 5 أهداف كلاعب خط وسط، وكان عضو في المنتخب اسبانيا في كاس العالم سنة 1994. ونيجي لتاني لاعب معانا إيكار كاسياس فرنانديز، لاعب كرة قدم اسباني وكابتن المنتخب الاسباني. ولد كاسياس سنة 1921 يوم 20 مايو في مدينة مدريد. ووالده يا جماعة هو موظف مدني في وزارة التربية والتعليم، ووالدته ماريا ديل كارمن هي مصففة شعر، يعني فاتحة كوافير يعني. ومثل كاسياس يا جماعة المنتخب الوطني في مستوى أو في سن تحت 17 سنة، وكان هو عنده 16 سنة، وكان أصغر لاعب في التشكيلة الأسبانية اللي أحرزت المركز الثالث في بطولة العالم لكرة القدم للشباب تحت 17 سنة اللي كانت عندنا هنا في مصر. وصار في وقت بعد كده مسك قائد المنتخب تحت 17 سنة، وبعدها بسنتين على طول راح للمنتخب الأول. كاسياس هو الحارس الأول الأكثر لعبا في تاريخ المنتخب الأسباني، ولسه في لاعب هنتكلم عليها. لو في لاعب انتوا عايزين نتكلم عنه ابعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك. تعالوا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني.
شايفة العين أيام حلوة وأيام قسيم، بتعدي سنين وسنين ملهاش مرساه. شيء معروف ده اللي يعيش ياما وياما يشوف، يا قلبي في أي ظروف لازم تنساه. هنسى أحزاني أفرح بالفرحة بجد لسه، وحشاني فيها إيه لو تبقى لحظة حلوة، واخداني يا دنيا روقي عشاني من تاني. هنسى أحزاني أفرح بالفرحة بجد لسه، وحشاني فيها إيه لو تبقى لحظة حلوة، واخداني يا دنيا روقي عشاني من تاني. انسى وعيش اللي راح ده كان لازم ما يجيش، مهما كان الحياة ما تساويش، تفضل زعلان واحزن ليه حد يختار النار بإيديه، كان فادني يعني بإيه كتر الأحزان. هنسى أحزاني أفرح بالفرحة بجد لسه، وحشاني فيها إيه لو تبقى لحظة حلوة، واخداني يا دنيا روقي عشاني من تاني. هنسى أحزاني أفرح بالفرحة بجد لسه، وحشاني فيها إيه لو تبقى لحظة حلوة، واخداني يا دنيا روقي عشاني من تاني. وهي دايرة الدنيا علينا ولا كان بإيدينا اللي بنلقاه، ويا دنيا مهما تعنديني أو تتحديني هفضل أقوى. هنسى أحزاني أفرح بالفرحة بجد لسه، وحشاني فيها إيه لو تبقى لحظة حلوة، واخداني يا دنيا روقي عشاني من تاني. هنسى أحزاني أفرح بالفرحة بجد لسه، وحشاني فيها إيه لو تبقى لحظة حلوة، واخداني يا دنيا روقي عشاني من تاني. هنسى أحزاني أفرح بالفرحة بجد لسه، وحشاني فيها إيه لو تبقى لحظة حلوة، واخداني يا دنيا روقي عشاني من تاني. ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، وشوفنا آرائكم واقتراحاتكم، ولقينا أكتر لاعب المستمعين عايزيننا نتكلم عنه هو إندريس إنيستا لوخان، المركب بالرسام، وهو لاعب خط وسط المنتخب الأسباني لكرة القدم، واللي بيلعب حاليا دلوقتي في نادي برشلونة في الدوري الدرجة الأولى الأسباني. ظهر إنيستا دوليا سنة 2001 وساهم في العديد من البطولات مع المنتخب، وكان ركنا أساسيا يعتمد عليه المنتخب الأسباني، وبالذات سنة 2008 و2010. نيجي نتكلم معانا على الناس اختارته تشافي هرنانديز كريس، المعروف باسم تشافي. ولد تشافي يوم 25 يناير 1908، وهو لاعب خط وسط أسباني، ودلوقتي برضه بيلعب في نادي برشلونة الأسباني. يعتبر تشافي من بين أفضل صانعي اللعب في العالم على مر التاريخ. قدرات تشافي يا جماعة على أرضية الملعب قادت منتخب بلاده للعديد من الألقاب، ووضعته بين معظم لاعبي كرة القدم على مر العصور. فاز صانع الألعاب بألقاب دولية كبرى مع أسبانيا وبرشلونة، بكأس العالم للشباب تحت 20 سنة،
وكاس العالم للأندية وكاس العالم للمنتخبات، بنجاحات على الساحة الأوروبية ليست أقل تقديرا بأنه فاز أيضا بكاس الأمم الأوروبية، وتكملة للإنجازات ديت فاز برضو مرتين بدوري أبطال أوروبا. شاف يا جماعة حصل 5 مرات بطولة الدوري الأسباني، وكان لاعب نجم مثمر بجانب برشلونة بالفوز بالثلاثية الإسبانية الشهيرة واللي بلغت رقم قياسي 6 بطولات في سنة واحدة. بس كان في مشكلة من زمان قوي في أسبانيا تتمثل في إقليم كاتالونيا اللي منه برشلونة الأسباني، وهنشوف مع بعض ازاي قدر فريق كرة قدم انه يعمل حاجات كتير في المشكلة دي بس في التقرير اللي جاي. كاتالونيا. من المعروف ان اقليم كاتالونيا يرغب في الانفصال عن اسبانيا من فترة كبيرة، ويواصل شعبها المطالبة بحقوقه بكل الطرق، وكرة القدم هي احدى الوسائل التي يمكن استخدامها لايصال قضيتهم الى المجتمع الدولي. نادي برشلونة متمثلا بفريقه لكرة القدم هو أقوى الأسلحة التي تحاول من خلالها كاتالونيا إيصال رسالتها بالاستقلال، معتمدة على شهرة هذا الفريق عالميا وشهرة نجومها الكتلان أيضا. منتخب كاتالونيا هو أحد هذه الوسائل أيضا ولو بأهمية أقل، ولكن يبقى هذا المنتخب حاضرا عبر المباريات الودية لمواصلة إيصال رسائل الاستقلال التي يحلم بها كل كتالوني. من هنا تأتي فكرة ومحور هذا التقرير الذي يسلط الضوء على هذا الإقليم المهمش ممثلا بأقوى وسيلة إعلامية يملكها إلا وهو فريق برشلونة لكرة القدم. حلم الاستقلال. يعود تاريخ إقليم كاتالونيا في المطالبة بالاستقلال إلى القرن ال17 بعدما نجحت في الاستقلال. استمر الوضع كذلك حتى زمن الحرب الأهلية الأسبانية في ثلاثينيات القرن الماضي، وتحديدا عندما أجبر الدكتاتور الأسباني فرانكو إقليم كاتالونيا بعدم التكلم أو تعليم اللغة الكتالونية، محاولا أن تسيطر اللغة الأسبانية على الإقليم. استمرت السيطرة الدكتاتورية على كاتالونيا حتى سبعينيات القرن الماضي، عندما استطاع الإقليم الحصول على بعض المزايا السياسية والثقافية كحقهم في تدريس اللغة الكتالونية في مدارسهم، وشكلوا حكومة خاصة بالإقليم ممارسين نوع من أنواع الحكم الذاتي. أحمد الصاغ، استاد الرياض. ورجعنا لكم بعد التقرير، ودي كانت نبذة عن منتخب أسبانيا من بداية نشأته لدلوقتي. بس المنتخب الأسباني بقاش مجرد منتخب بيلعب كرة حلوة وبس، المنتخب الأسباني بقى منتخب قدوة لغيره من المنتخبات. هنعرف ازاي قدر يوصل لكده وايه الأسس اللي مشي عليها، بس نروح فاصل صغير ونرجع لكم تاني. طعم الحاجات بيع الساعات ويدوب أوام وأوام يفوت جوا القلوب والذكريات، ما يعيش غير طعم البيوت. جدران بتحضن جوا منها قلوب كتير، وابواب بتقفل عالجناين وعالوزير، شباك موارد من وراه واقفة الصبايا، قضوا النهار في الوقفة قدام المراية. أسرار كتير عدد البيوت في الشارع الطيب يا ناس، ما يبانش منها غير اللي يطلع منه الصوت. طعم الحاجات بيع الساعات ويدوب أوام وأوام يفوت جوا القلوب والذكريات، ما يعيش غير طعم البيوت، طعم الحاجات. لما تحلى في ساعة العصاري، تفتح مزاد على الحب تلقى ألف شاري، شاهد بيفضل من البداية للنهاية، وكل ركن في قلبه يحكي لك حكاية. وكفاية لما بتلاقيه فاتح دراعه بيناديك ويقول تعالى في حضني، ده انت وحشني موت. طعم الحاجات بيع الساعات وأوام يفوت جوا القلوب والذكريات، ما يعيش غير طعم البيوت،
ساعات ويدق أوام وأوام يفوت جوا القلوب والذكريات ما يعيش غير طعم البيوت طعم الحاجات بيعيش ساعات ويدق أوام وأوام يفوت جوا القلوب والذكريات ما يعيش غير طعم البيوت. ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل علشان نقول ان المنتخب الاسباني ايه السبب اللي خلاه قدوة لغيره من المنتخبات، ودي في الحقيقة ترجع للمنظومة الاحترافية المنظمة اللي بتقود امور الرياضة في اسبانيا. عملت دراسات مستقبلية ومش كده وبس، لا اهتمت كمان باللاعيبة من صغرهم، وقدرت في فترة اقل من 10 سنين انها تعمل جيل قادر يعمل اللي ما عملوش حد، وانه يحصل على كاس العالم ويبقى اول منتخب يقدر ياخد كاس اوروبا مرتين ورا بعض. الناس دي يا جماعة ما بيهزروش، بيقدروا ويرسموا مستقبلهم ويخلوا الناس كمان تتعلم منهم، وكل ده عن طريق ايه؟ عن طريق العلم اللي هو الاساس في كل شيء حتى في الرياضة. وخدوا بالكم العالم كله بقى بيحاول يطبق الفكرة دي ويتعلم منها، عقبالنا يا رب. والتطور الرهيب في الرياضة في اسبانيا في الاونة الاخيرة بقى واضح قوي على المنظومة الرياضية كلها، مش المنتخب بس، لا ده كمان بقى على الاندية. في نادي برشلونة الاسباني بقى متزعم اوروبا من فترة كبيرة وقدر يحصد على معظم البطولات في الفترة الاخيرة. وطبعا نادي ريال مدريد كلنا عارفينه، اعرق اندية اوروبا والناديين من اسبانيا. لا ومش كده وبس، قدرت اندية اسبانيا انها تكون محط انذار لكل دول العالم، وكلاسيكو برشلونة وريال مدريد بقى كلاسيكو الارض. كل ده مش جاي من فراغ، وان دل على شيء فهو بيدل على منظومة متكاملة على اعلى قمة من الاحترافية، والمفروض على الجميع انه يقف لهم احتراما وتقديرا ويحاول يقلدهم بس في الصح. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، ويا رب تكون عجبتكم. كان معكم أسامة هندي على راديو عامر، يا رب تكونوا استمتعتوا بحلقتنا. اشوفكم على خير.